قبل ما نبدأ فيلمنا أنا حابب أشكر كل إخواتي اللي بيدعموني دايما، وعشان كده جبت لكم فيلم أكشن وانتقام من العيار التقيل. بس الأول ما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة وتشترك وتفعل التنبيهات عشان تتابع كل جديد بنقدمه. جهز لي بقى مشروبك اللذيذ ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع لو أخوه كاي وهم مسافرين لتايلاند بعد ما أختهم جينا اتقتلت من قبل شخص غامض، وبنعرف إن الشخص اللي قتلها ما سابش وراه أي دليل غير خيط رفيع وصلهم لمالها ليلي. وأول ما بيدخلوا المكان بيلاقوا الأمور طبيعية جدا، لكنهم بيلاحظوا شخص غريب بيسحب طاقة الناس بطريقة مريبة، ولسه هيتحركوا من مكانهم بتهجم عليهم مجموعة من أفراد العصابة. لكن لو أخوه كاي بيشتبكوا معاهم وبنلاحظ إن مهاراتهم وقوتهم عالية جدا، والمعركة بتكون شرسة والاتنين الإخوات بيتحدوا سوا لحد ما بيخلصوا على أفراد العصابة كلهم. وفي ناحية تانية بنقابل أخوهم التالت اللي اسمه توم، وهو شايط واحدة ومقضيها معاها وسايب إخواته يتضربوا، وبيبدأ إنه يحكي لها عن اليوم اللي ماتت فيه أخته، وإنهم لما راحوا المطعم اللي كانت مستنياهم فيه لقوها مقتولة. وبيعرفها إن أخوه كاي بيمتلك قوة خارقة اسمها اليد المميتة، ولما بتسأله عن أخوه لو بيقول لها بعيدي عنه عشان ده همجي وإيده تقيلة. وأثناء كلامهم بتروح البنت دي تحط له سم في المشروب بتاعه من غير ما يلاحظ، وبتقعد بعدها تتميع عليه عشان يشربوا منها. لكن توم بيكتشف خطتها وبينزل فيها ضرب عشان يعرف هي تابعة لمين، وبنكتشف إنها تبع الشخص اللي قتل أختهم جينا. والبنت دي بتكون قوية جدا، بس توم في آخر لحظة بيقدر يجمع كل قوته وبيستخدم مهاراته وبيخلص عليها. وجوه الملهى الليلي بينزل الشخص اللي بيسحب طاقة الناس يشتبك مع كاي، وبنعرف إنه من جماعة الجنغاشي اللي بتكون قوتهم مرعبة وضرباتهم مميتة. وعشان كده لو بيتدخل وبيتحد مع أخوه وبيقدروا هما الاتنين يسيطروا على الشخص ده وبيقتلوه. لكن فجأة المكان كله بيتجمد وفي شخص هو اللي بيتحكم فيهم وبيتكلم من خلال الناس اللي موجودة، وبيقول لهم إنه محتاج لمساعدتهم وبيطلب منهم يقابلوه الساعة 8 الصبح عند معبد سلهم عشان يعرفوا يتكلموا. وبترجع بعدها كل حاجة لطبيعتها، وكاي بيتصل بأخوه توم عشان يعرفوا اللي حصل. وتاني يوم بيروحوا هما التلاتة للمعبد اللي بيكون عليه حراسة مشددة جدا، وبيقابلوا هناك عالم في التكنولوجيا اسمه دكتور ويليام، وبيعرفوا من الفيديو اللي على الشاشات ان خطته المستقبليه هي تطوير العالم كله ومساعده البشريه. وبيكشف لهم ان اخته اللي اسمها كوانشي رافضه التطور اللي هو بيصممه للعالم، وبيعرفهم انها ملكه العالم السفلي ومن جماعه الجنغاشي، وعشان كده هي بتسعى لتدمير البشريه وبتمتص طاقه كل اللي بيعترض طريقها. وبيتصدموا كلهم لما بيعرفوا انها خلصت على رهبان الشاولين في الصين والكهنه في ايرلندا. والصدمه الكبيره لما راحت لسان فرانسيسكو الشهر اللي فات عشان تدور على كاي، وده لانه الوحيد اللي بقوته هتقدر تحكم بيه العالم. لكن اختهم جينا هي اللي اعترضت طريقها، وده اللي خلى كوانشي تقتلها وتدمر المطعم كله عليها. وبيعرفهم كمان انها اخذت من جينا نص القلاده المسؤوله عن قوتهم، وان النص التاني معاهم وده اللي هيخليها ترجع لهم تاني عشان تاخده، لانها لو جمعت القلاده كلها هتقدر تنفذ الخطه بتاعتها وتدمر العالم بسهوله. فبيستغرب لو جدا وبيساله هو عارف الحاجات دي كلها ازاي وهو اصلا مش معاها. وساعتها ويليام بيعرفوا انهم متصلين بافكار بعض طول الوقت، وهو بيحاول بكل الطرق انها ما تقراش افكاره. وبيقول لهم ان كمان يومين اخته هتروح تقابل جماعه السالوس جوه فندق في تايلاند عشان تقوي نفوذها، وبيطلب منهم يقتحموا الفندق عليها ويخطفوها من هناك ويجيبوها ليه وهو هيتصرف في الباقي. لكن كاي بيرفض وبيعرفوا انه هيروح لها عشان يقتلها وينتقم لموت اخته جين، وبيسيبوه بيمشوا. وبيروحوا بعدها يفكروا هينفذوا خطتهم ازاي. وكاي بيقول لهم ان كوانشي بتمتص طاقه اللي قدامها وما ينفعش هم يتدخلوا في المعركه دي، وبيقرر ان هو يروح يواجهها لوحده. لكن توم بيتعصب عليه وبيقول له انه عشان اقوى منهم فاكر بس ان هم حمل عليه، بس كاي بيفهمه ان غضبه ممكن يتسبب في موته لو ما فكرش كويس. ولو وقتها بيعرفهم ان الشخص اللي دلهم على الملهى الليلي عمل له حظر، ودي مشكله كبيره جدا لانهم في تايلاند لوحدهم. فبيقول لهم توم ان عنده شخص ممكن يساعدهم، وبيتصل بصاحبته اللي اسمها بيريا. وبعد شويه بيروحوا يقابلوها وبيعرفها توم على اخواته، وبيطلب منها تجيب له مسدسات واسلحه رشاشه تساعدهم في المهمه. فبتوافق بيريا وبتسيبهم في السوق التايلاندي وبتروح تجهز الاسلحه اللي هم عاوزينها. وفي ناحيه تانية الشرطه الدوليه كانوا بيستجوبوا واحد من رجاله كوانشي عشان يقول لهم على المكان اللي هتكون فيه بكره، لكنه مش بيعرفهم اي حاجه لحد ما بتيجي شرطيه اسمها زاما. ودي بقى يا صديقي بتستخدم اسلوبها الشخصي عشان تعرف منه المكان. وبنرجع لكاي ولو اللي بيتصدموا لما بيعرفوا ان توم اصلا ما يعرفش اي حاجه عن بيريا، وان معرفتهم ببعض من 5 سنين لما بيريا سرقت منه شنطته وبعدها رجعتها له لانها معجبه بيه. وفي الوقت ده بتوصل بيريا ليهم وبتكون جهزت كل الاسلحه اللي طلبوها، لكنها بتعرفهم ان صعب جدا الاسلحه دي تدخل الفندق لان عليه حراسه مشدده، وان الطريق الوحيد لدخوله هو البوابه الرئيسيه. وبتتصدم جدا لما بتعرف ان جينا ماتت لانها كانت صاحبتها، وبتقرر انها تروح معاهم في المهمه وتساعدهم في انتقامهم. وتاني يوم بيبداوا المهمه وبيستنوا لما كوانشي بتدخل الفندق هي والحراس بتوعها، وبيريا وتوم بيدخلوا وراها من البوابه، لكن الامن بيكتشف ان معاهم سلاح وبيقبضوا عليهم. وكاي ولو بيستغلوا اللي حصل ده وبيدخلوا عادي جدا. وبنعرف ان الشرطه الدوليه مراقبه المكان كله، وزي ما بتتفاجئ بوجود لو كاي جوه الفندق، وباين كده يا صديقي ان في معرفه قديمه بينهم. وفي الوقت ده كوانشي بتطلع تقابل جماعه السالوس وبتسحب طاقتهم كلهم وبتقتلهم،
والامن في ناحيه تانية بيفتشوا شنطه توم وبيلاقوا فيها مسدسات لعبه، وبنعرف ان بيريا هي اللي عامله الخطه دي وبتفعل جهاز تشويش الاشاره اللي بيفصل كاميرات المراقبه كلها. وساعتها زما بتتاكد ان في حاجه غلط بتحصل وبتقرر تدخل الفندق بنفسها. وكاي ولو في الوقت ده بيتحركوا ناحيه غرفه الاجتماع عشان يواجهوا كوانشي ويخلصوا عليها، وبيلاقوا حراس كتير جدا في طريقهم لكنهم بيقدروا يقتلوهم وبيدخلوا غرفه الاجتماع اللي فيها كوانشي، لكنهم بيتصدموا ان الغرفه عباره عن شلال دم وكل اللي فيها مقتولين. وساعتها بتوصل لهم زيما وبتهددهم بالمسدس وفاكره ان هم اللي عملوا كده، وبنكتشف ان زيما ولو كانوا بيحبوا بعض زمان وانفصلوا، لكن ده مش بيغير حاجه. وبتتصل زيما بالدعم عشان يجوا يقبضوا عليهم، وساعتها بيجي توم من وراها وبيهددها بسلاحه انها ترمي المسدس اللي معاها. وبيريا بتعرفهم ان كوانشي قدرت تسيطر على كل الناس اللي في الفندق وهم دلوقتي جايين يقتلونا، ولسه بيلفوا وشهم بيلاقوا الفندق كله قدامهم بيهجم عليهم، فبيشتبكوا معاهم وبنشوف معركه شرسه جدا وكل واحد فيهم بيستخدم مهاراته الخاصه. وزما بتكون مدربه على اعلى مستوى واي حد بتقابله بتخلص عليه. وكاي اثناء المعركه دي بيقابل زين اللي بنعرف انها مقاتله محترفه جدا، وبتكشف له زين ان كوانشي عرضت عليها تجيب لها كاي حي وهتديها قوه خارقه. وطبعا كاي بيشتبك معاها والخناقه دي بتكون عنيفه حبتين، وبيبان ان زين اقوى منه بكتير وبتوجه له ضربات مميته. وباقي الفريق في ناحيه تانية بيشتبكوا مع العصابه وبيقدروا انهم يخلصوا على جزء كبير منهم وبيهربوا من الفندق باعجوبه، لكنهم بيتفاجئوا ان كاي مش معاهم ولسه بيدوروا عليه بيترمى عليهم من فوق السطح، فبياخدوه بسرعه وبيروحوا يركبوا عربيه زما اللي بتتفاجئ ان باقي زمايلها كلهم ماتوا ومش باقي غير الجزم بتاعتهم. وطبعا مفيش وقت للحزن عليهم وبيركبوا العربيه كلهم وبيمشوا من المكان. وكوانشي لما بتعرف انهم هربوا بتبعت لهم مجموعه كبيره جدا تخلص عليهم، وتوم بيحاول يخرج من المكان بالعربيه بسرعه لكنهم بيتحاصروا من كل النواحي وبيتضرب عليهم نار بكميه مرعبه، فبيضطروا انهم يشتبكوا معاهم بالاسلحه اللي معزمه في العربيه عشان يعرفوا يخرجوا من الورطه دي. لكن العصابه بترمي انابيب غاز تحت العربيه وبيضربوا عليهم النار والانفجار بيقلب العربيه بيهم. وزما في الوقت ده بترمي قنابل دخان حواليهم وبتقدر تهرب هي والباقي قبل ما العربيه تنفجر بيهم. والعصابه بتروح تدور عليهم في كل مكان فبيضطروا انهم يشتبكوا معاهم والمعركه بتكون شرسه جدا، وكل واحد في الفريق بيستخدم قوته واي سلاح قدامه عشان يخلصوا عليهم. وبيتحركوا بعدها كلهم عند القارب وبيركبوه وبيهربوا من المكان، وبيلاقوا مجموعه تانية جايه وراهم عشان تقتلهم لكنهم بيقدروا يخدعوهم وبيخلصوا عليهم. وبيقرروا انهم يروحوا لقريه بيريا ويطلبوا المساعده من عمها اللي اسمه شاتري. واول ما بيوصلوا بيعرفوا انه ساحر ومأمن القريه بتاعته من القوى الشريره، وبيقول لهم انهم لازم يوقفوا كوانشي بسرعه لان لو حصل عكس كده هتدمر العالم كله بقوه الضربه المميته. وبيفهمهم ان كاي هو الوحيد اللي عنده القوه دي ولازم يستغلها في مواجهته معاها. وبالليل بيريا بتتكلم مع تومي وبتعرفه ان اخر مره كانت متواجده في القريه دي من 10 سنين، وبتقول له انها كانت عايشه في سلام مع عيلتها لحد ما حصل فيضان مدمر قتلهم كلهم، وهي من وقتها حاسه انها تايهه ومش عارفه يعني ايه حياه. وبتقول له هي حزينه انها بتقاتل معاهم عشان عارفه انها مش هتقدر ترجع عيلتها تاني، وان ممكن مساعدتها ليهم تنقذ ناس تانية يستحقوا انهم يعيشوا. وبيروحوا بعدها يقضوا وقت لطيف سوا، لكن قبل ما بيريا تدخل الغرفه بتجيلها رساله من شخص مجهول بيعرفها فيها انه ممكن يرجع عيلتها للحياه من تاني. فبتتصدم بيريا وبتروح المكان اللي وصفه الشخص ده ليها، واول ما بتوصل بتلاقي نفسها رجعت للماضي وبتشوف عيلتها وبتكون فرحانه بيهم جدا. وكوانشي بتعرض عليها انها تسلمها كاي ونص القلاده التاني وهي ترجع لها عيلتها، وللاسف بيريا بتصدقها وبتروح تشيل الحمايه من على القريه وبتسرق كمان نص القلاده اللي مع تومي. وفي ناحيه تانيه كوانشي بتوصل برجالتها للقريه وبيبداوا انهم يقتحموها، ولما بيريا بتروح تسحب قوه كاي بالقلاده اللي معاها بيصحى فجاه وهو مصدوم من اللي هي بتعمله، والعصابه بتكتفه في الخشب عشان يساعدوا بيريا تسحب قوته منه، لكنه بيقدر يحرر نفسه منهم وبيشتبك مع افراد العصابه وبيحاول انه يقتلهم. وتومي ولو بيصحوا من نومهم على الصوت وبيخرجوا يساعدوا كاي في المعركه، وبعد ما بيخلصوا عليهم بيعرف كاي اخواته ان بيريا خانتهم وسرقت القلاده منهم. فبيروح تومي يجهز العربيه اللي هيهربوا بيها لكنه بيتفاجئ انها متعطله وبيحاول انه يصلحها. وكاي بيلاقي في طريقه 2 من اقوى رجال الجنغاشي جايين عليه وبيهاجموه، فبيشتبك معاهم وبيحاول انه يتصدى لضرباتهم لكنهم بيكونوا اقوياء جدا وبيكسروا عظمه وبيرموه على الارض. وساعتها بيتدخل له وبيشتبك مع واحد منهم وبيستخدم مهاراته القويه عشان يقتله. وكاي في الوقت ده بيجمع قوه اليد المميته وبيقدر يتغلب على الجنغاشي ده وبيفقدوا الوعي. وبنرجع لمواجهه لو العنيفه والجنغاشي بيستخدم قوته الملعونه وبيكسر عظم لو وبيثبته بالمسامير في الشجره، وقبل ما يقتله بيوصل المعلم شاتري وبينقذه في اخر لحظه. وبعدها لو بيهجم على الجنغاشي بالمسامير وبيرشاهم في دماغه وبيقتله. وفي الوقت ده بيقدر توم انه يصلح العربيه اللي هيهربوا بيها، لكنهم بيتفاجئوا مجموعه كبيره جدا وصلت ليهم من العصابه، فبيأمرهم المعلم شاتري انهم لازم يمشوا حالا لان مصير العالم كله بين ايديهم. وبنشوف المعلم وهو بينزل يواجه العصابه بقوته السحريه، لكن واحد من الجنغاشي بيفقدوا قوته وبيخلي الرجاله تقتله بدون رحمه. وفي ناحيه تانية توم بيقدر يهرب مع فريقه بالعربيه من المكان وهم مش عارفين هيروحوا فين اصلا، وبيقفوا بعدها في مكان امان وبيقعدوا كلهم يتخانقوا مع بعض، وكل واحد فيهم بيرمي اللوم على التاني لان دلوقتي كوانشي بقى عندها القلاده وهتدمر العالم. وساعتها زما
بتوقفهم وبتعرفهم انهم عيله واحده ولازم يتحدوا سوا عشان يوقفوا كوانشي، وبتروح لتوم وبتقول له انه لازم يوقف شعوره بالغضب طول الوقت، وكاي برضه لازم يوقف شعوره بالذنب تجاه اخته اللي ماتت بسببه، وكمان لو لازم يبطل غرور شويه لانه لو فضل كده نهايتهم هتكون بشعه. وكلهم بيقتنعوا بكلام زان وبيتاسفوا لبعض وبيتحدوا سوا عشان يرجعوا حق اختهم جينا. وتوم بيعرفهم انه لاحظ في المعبد بتاع ويليام رمز غريب شافه مرسوم على واجهه مصنع لسه بيتبنى، وان اكيد كوانشي هناك بتجهز الطلاسم اللي هتدمج بيها قوه القلاده، وطبعا هي محتاجه لقوه كاي عشان تكمل الطلاسم بتاعتها، فبيقرروا انهم يروحوا يخلصوا عليها الليله وينقذوا العالم من شرها. وفي ناحيه تانية بنتفاجئ بالدكتور ويليام اللي كان عامل فيها شريف مع اخته كوانشي بينفذوا الطلاسم سوا، وبيريا بتقول لهم وهي حزينه ان عمها مات بسبب القلاده دي، يا ترى بقى كام واحد تاني هيموت عشان عيلتها ترجع للحياه من تاني. فبتروح كوانشي تاخد القلاده منها والدكتور بيعرفها ان السلام جاي قريب جدا. وبنشوف الفريق اول ما بيوصل لموقع البناء وبيلاقوا المكان مترشق بالحراس من كل حته، فبيرموا انابيب الغاز عليهم وبيعملوا انفجار قوي جدا بيدمر جزء كبير منهم، وبعدها بيتسللوا من غير ما حد يشوفهم عشان يوقفوا كوانشي، لكن فجاه زان بتضرب عليهم النار بالقناصه وبتحاول انها تقتلهم. وبنشوف كمان رجاله الجنغاشي اللي بيقربوا منهم وجاهزين يواجهوهم، فبيقرر الفريق ان كل واحد فيهم يروح في اتجاه مختلف عن التاني عشان يشتتوهم، وبيروح لو يشتبك مع الجنغاشي اللي بيكون قوي جدا والضرب مش بيحوق فيه، وبيبدا الجنغاشي انه يستخدم ضرباته المميته في لو بيسفلت وشه، لكن لو بيقدر يجمع قوته من تاني وبيقوم يضرب فيه بقوته الدمويه وبيعلقه بالسلسله من رقبته عشان يخلص عليه، بس فجاه بيلاقي جنغاشي قدامه بيستخدم قوته السفليه وبيفقده الوعي. وكاي في ناحيه تانية بيرمي نجمه معدنيه على سلاح زان وبيوقعه من ايديها، فبتتعصب زان وبتنزل تشتبك معاه وبتوجه له ضربات عنيفه جدا، وكاي بيحاول انه يتصدى ليها لكنها بتكون اقوى منه وضرباتها سريعه، وزي ما بتروح هي وتومي يشتبكوا مع باقي العصابه اللي بيحاصروهم من كل اتجاه، لكنهم بيقدروا بمهاراتهم العاليه يخلصوا عليهم. ولسه هيمشوا من المكان بتظهر كوانشي عندهم فجاه وبتنزل ضرب فيهم بالرمح بتاعها، وتوم وقتها بيتحد هو وزاما وبياخدوا الرمح من كوانشي وبيكسروه على جسمها وفي النهايه بيقتلوها. وساعتها بيلاقوا قدامهم بيريا اللي بتعتذر لهم على كل اللي هي عملته، وبتعرف توم كل اللي حصل معاها وانها كانت عاوزه تشوف عيلتها ولو مره واحده على الاقل. واثناء كلامهم بتصحى كوانشي بعد ما ماتت وبتعرفهم ان اللي فات ده كله كان هزار، وبتهجم عليهم وبتطيرهم هم الثلاثه وبتنزل ضرب في كل واحد فيهم بقوتها الدمويه، لكن توم بيقدر انه يخدعها وبيريا وزاما بيساعدوه على مواجهتها، وبيقدروا هم الثلاثه يرشقوا الرمح ببقها وبيخلصوا عليها للابد. وبنرجع لكاي اللي بيفتكر حظاظه القوه اللي عطاها له شاتري وبيلبسها في ايده وبيهجم على زان بقوه كبيره جدا، والحظاظه بتتنقل لايديها وبتشل حركتها نهائيا، وبيستغل كاي اللي حصل وبيوجه لها ضربات مميته وفي النهايه بيكسر رقبتها وبيخلص عليها. وبيروح بعدها يطمن على اخواته لكنه بيلاقي ويليام قدامه بيعرفه ان اخته ماتت بسببهم وانهم لازم يدفعوا الثمن، وبيهجم عليه وبيسحب القوه بتاعته منه في نص القلاده اللي معاه. واول ما بيدمج الجزئين ببعض البوابه بتتفتح وبيخرج منها بانجو اللي هيدمر العالم كله، ووقتها كاي بيفوق وبيروح يطمن على اخوه اللي بيكون مصاب في كل حته في جسمه، لكن بانجو بيقول له انه مش هيقدر يهزمه لانه شخص واحد انما هو متحكم فيهم كلهم، وفعلا بيقدر يتحكم في لو بيخليه ينضم للجنغاشي وبيهجم كمان على اخوه كاي اللي بيكون مش مصدق اللي بيحصل لكنه بيحاول يتصدى لضربات اخوه العنيفه، وبيواجه العصابه كمان وبينزل فيهم ضرب كلهم ومفيش حد قادر يلمسه. والمعركه مستمره بين الاخوات لحد ما كاي بيقدر يسيطر على اخوه بيوجه له الضربه المميته عشان يرجع له وعيه. وفي الوقت ده بيريا بتفوق بتروح تصحي زاما وتوم عشان يروحوا يساعدوا كاي في معركته الاخيره، ولو وقتها بيفوق وبيرجع لوعيه بعد اللي حصل، وكاي بيروح ورا بانجو عشان يوقفه لكنه بيكون اقوى منه بكتير جدا وبينزل بيه جوه البوابه الكونيه، ولو وقتها بيحدف لاخوه حبل عشان ينقذه لكنه بينزل جوه البوابه وهو مربوط من رجله بالحبل وبيحاول يتصدى لضربات بانجو. وساعتها لو بيقرر ينزل يساعد اخوه وفعلا بيقدر في اخر لحظه يبعد عنه بانجو قبل ما يقتله، وتوم بيطلب من بيريا وزاما انهم يربطوهم مع بعض عشان يقدروا يسحبوهم بره البوابه، وكاي في الوقت ده بيتحد مع اخوه لو وبيعملوا خطه هما الاثنين عشان يقضوا بيها على بانجو، وبيقدر لو يكتفه من ظهره وكاي بيستخدم قوه اليد المميته وبيضربوا بيها وبيخلص عليه وعلى شره للابد. وفي الوقت ده توم هو والبنات بيحاولوا يخرجوهم بسرعه من البوابه قبل ما تتقفل عليهم وتقتلهم، وفعلا بيقدروا انهم ينقذوهم بعد ما اخيرا رجعوا حق اختهم جينا وانقذوا العالم من الهلاك. وبعد كام اسبوع بنشوفهم على جزيره في تايلاند وهم بيحتفلوا بالانجاز اللي عملوه، لكن طبعا لازم يتخانقوا في اي حاجه بيعملوها وبيشيلوا كاي وبيروحوا يرموه في الميه. وفي النهايه يا صديقي مهما حصل بينك وبين اخواتك لازم دايما تكونوا في ظهر بعض مهما حصل. ولحد هنا يا صديقي بيخلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك، ولو حابين نلخص فيلم معين اكتب لنا اسمه في تعليقك الجميل، وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان تتابع كل جديد بنقدمه. ده غير اني سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.